قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي القرشي في قصيدة له يذكر فتاة اسمها نعم، يقول في مطلع القصيدة: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أم رائح فمهجر، لحاجة نفس لم تقل في جوابها، فتبلغ عذرا والمقالة تعذر، إلى أن يقول فيها لما سهر ليلا طويلا ينتظر ليصل إليها يقول: فلما فقدت الصوت منهم أطفئت مصابيح شبت في العشاء وأنور، وغاب قمير كنت أرجو غيوبه، وروح رعيان ونوم صمر، وخفض عني النوم أقبلت مشية الحباب وركن خشية الحي أزور، فحييت فحييت إذ فاجأتها فتولهت، وكادت بمخفوض التحية تجهر، وقالت وغدت بالبنان فضحتني، وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر، أريتك إذ هن عليك ألم تخف، وقيت وحولي من عدوك حضر، فوالله ما أدري أتعجيل حاجة سرت بك أم نام من كنت تحذر، فقلت لها بل قادني الشوق والهوى إليك وما عين من الناس تنظر، فقالت وقد لانت وأفرخ روعها كلاك بحفظ ربك المتكبر، فأنت أبا الخطاب غير مدافع علي أمير ما مكثت مؤمر، إلى أن يقول: فبت قرير العين أعطيت حاجتي أقبل فاها في الخلاء فأكثر، فيا لك من ليل تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك يقصر، ويا لك من ملهى هناك ومجلس لنا لم يكدره علينا مكدر، يمج ذكي المسك منها مفلج رقيق الحواشي ذو غروب مؤشر. قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي القرشي في قصيدة له يذكر فتاة اسمها نعم، يقول في مطلع القصيدة: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أم رائح فمهجر، لحاجة نفس لم تقل في جوابها، فتبلغ عذرا والمقالة تعذر، إلى أن يقول فيها لما سهر ليلا طويلا ينتظر ليصل إليها يقول: فلما فقدت الصوت منهم أطفئت مصابيح شبت في العشاء وأنور، وغاب قمير كنت أرجو غيوبه، وروح رعيان ونوم صمر، وخفض عني النوم أقبلت مشية الحباب وركن خشية الحي أزور، فحييت فحييت إذ فاجأتها فتولهت، وكادت بمخفوض التحية تجهر، وقالت وغدت بالبنان فضحتني، وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر، أريتك إذ هن عليك ألم تخف، وقيت وحولي من عدوك حضر، فوالله ما أدري أتعجيل حاجة سرت بك أم نام من كنت تحذر، فقلت لها بل قادني الشوق والهوى إليك